كانت ضد قوانين المنطق والماورائيات. ساعتها باب البيت اتفتح من نفسه. في اللحظة دي عرفنا إننا لازم ندخل، ولما دخلنا لقينا جريمة القتل بتتعاد قدامنا من تاني. كل اللي شفناه إن الراجل ومراته كانوا قاعدين في الأنتريه، وساعتها شفنا ليزي نازلة من الدور اللي فوق، وكان الفاس في إيدها، وبدون تردد ضربت مرات أبوها في راسها من ورا. وقبل ما أبوها يستوعب اللي حصل كان الفاس نازل فوق راسه. وبعدها بدأت حفلة التقطيع، ضربات متتالية بالفاس في الجثث. الدم كان بيطير في كل مكان. وبعد ما خلصت جريمتها رمت الفاس على الأرض قبل ما تمشي من المكان، وترجع بعدها وفي ايدها فنجان قهوة عشان تقف قدامهم وهي بتشرب وبتبص عليهم، وكأن اللي مقتول في الأرض قدامها جوز فراخ. بعدها انتقلنا لقاعة محكمة، ما شوفناش تفاصيل اللي حصل، لكن سمعنا نطق الحكم اللي حكم بالبراءة لانتفاء صلة ليزي بالجريمة، وإنها ملهاش مصلحة عشان تقتل أبوها ومراته. ده غير إن مفيش شهود شافوها وهي بترتكب الجريمة. أختها والخدامة لما بلغوا كانت الجريمة حصلت. ده غير إن ما كانش فيه بصمات على إيد الفاس، عشان كده اتحكم ببراءتها، برغم إننا شفناها بنفسنا وهي بترتكب الجريمة. في اللحظة دي كريم سألني وقال لي: مش إحنا شفنا البنت وهي بتقتل أبوها ومراته؟ ولا كان بيتهيألنا؟ ولا اللي قرأته عن البيت غلط؟ هي إيه الحكاية؟ أيون هي، بس أكيد هنفهم إيه الحكاية. بعد النطق بالحكم انتقلنا للبيت. شفنا ليزي وهي عايشة فيه لوحدها، لأننا شفناها قاعدة قدام البيت ومفيش حد معاها. ويمكن اللي أكد على كلامنا هو كلام اتنين كانوا ماشيين بالصدفة قدام البيت، وسمعنا واحد منهم بيقول للتاني إن أختها رفضت تعيش في البيت بعد جريمة القتل، وإن الخدامة سابت الشغل. محدش طبعا هيوافق يعيش في مكان حصلت فيه جريمة قتل بالشكل ده، خصوصا إن كل الناس اتأكدت إن البيت بقى مسكون بشبح ليزي اللي لسه على ايد الحياة، وإنهم بيشوفوه كل ليلة. وبيتأكدوا من ده لما بيشوفوها قاعدة قدام البيت، وبيشوفوا الشبح بتاعها واقف في الشباك في نفس الوقت، زي ما بيحصل قدامنا دلوقت. لدرجة إننا مش عارفين مين ليزي ومين الشبح، اللي شايفينها قاعدة قدام البيت ولا اللي واقفة في نفس الوقت ورا الشباك. دايما الرجوع بالذاكرة بيكون سبب لتفسير حاجات كتير، عشان كده الموقع لما بيبدأ يفسر بيعمل فلاش باك. وده اللي حصل فعلا. كنا في نفس البيت، وساعتها شفنا الراجل ومراته اللي كانت متعصبة جدا وبتقوله: ليزي مش بتحبني، وجودي في البيت مضايقها. الراجل حاول يهديها على قد ما يقدر وقال لها: أكيد انت فاهمة غلط. ليزي طفلة، هي وأختها فقدوا أمهم، لازم تراعي الموضوع ده. لكني واثق إنها بتحبك. أختها مش بتتعامل معايا كده، إنما ليزي بتتجاهلني، ما بتردش عليا ولا بتتكلم معايا. حاول تقولها إن ده بيتي زي ما هو بيتها. طيب اهدي، أنا هتصرف في الموضوع. لما الراجل سابها ومشي فضلت واقفة لوحدها، عينيها كانت كلها شر. كنا فاهمين الشعور ده كويس. مرات الأب لما تبقى مش طايقة بنت جوزها، العادة دي موجودة في أغلب الستات مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والثقافات. لحد هنا والمكان اتغير. شفنا نفسنا في بيت ضلمة، غير بيت ليزي اللي الأحداث بتدور فيه، عشان نشوف حدث بيحصل براه الكادر في الضلمة. ساعتها شفنا الست وهي قاعدة مع شخص شكله غريب في مكان تفاصيله مش صعبة على أي حد إنه يفهم إن ده مكان ساحر أو مشعوذ. ومن هنا بدأ طرف الخيط، لما سمعنا الست بتقوله: مش عارفة أعيش في بيتي، البنت مش طيقاني وخايفة في أي وقت جوزي يتغير معايا عشان بنته. لازم أكون أنا الآمر الناهي في البيت، ده بيتي، شوف لي حل. الموضوع بسيط، نقدر نخليها في طوعك، عجينة تشكليها زي ما تحبي. مش كفاية، أنا مش عايزاها في البيت. قصدك إيه؟ مش قصدي إنها تموت، لكن عايزاها تتجنن ويكون مصيرها مستشفى أمراض عقلية. بس ده أذى كبير، مش هيكون أكبر من الأذى اللي هيحصل لو جوزي اتغير معايا عشان بنته. هتشرد، يا أنا يا هي. على العموم أنا مهمتي أعمل اللي تطلبيه، طالما هتدفعي اللي هطلبه. كل اللي محتاجه منك خصلة شعر من البنت. اشمعنى الشعر؟ ليه مش هدومها مثلا؟ الموضوع متعلق بالجنون، ولازم القطر يكون له علاقة بدماغها ومفيش غير الشعر. فجأة لقينا نفسنا في البيت والدنيا ليل، عشان نشوف الست وهي بتتسحب على طراطيف صوابعها وفي ايدها مقص، وبتفتح باب أوضة وبتدخل عشان نلاقي نفسنا جواها، ونشوفها وهي بتقص خصلة من شعر ليزي اللي كانت رايحة في سابع نومة، وبتاخدها